صباح الفل، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم ان شاء الله تكونوا بخير. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كده تكونوا كويسين. واخبار المدارس معاكم ايه؟ اخبار المصاريف ايه؟ قولوا لي. واخبار الجبن اللي بنشتريها ب 150 جنيه، والعصاير وحاجه ما شاء الله. النهارده بقى عملت فكره حلوه جدا جدا، حبيت ان انا اعملها لكم النهارده فيديو، وهنعرضها مع بعض ان شاء الله. بص، انا مش هقول لك اعملي لايك وشير والكلام ده، انا هقول لك بس اتفرجي على الفيديو للاخر، عشان عايز دعوه حلوه منك ان شاء الله. الفيديو في الفيديو هيعجبك ده ان شاء جدا الله يا جدا. بنات هديكوا فكرة حلوة جدا جدا توفر معاكي يومين لانش بوكس لثلاث افراد او اربع افراد من غير لا شيء. والله يا بنات يعني هتعملوا كل حاجة باقل الامكانيات وابسط الامكانيات، وكمان هتعملوا حاجة حلوة لاولادكم طعمها لذيذ. طبعا كل الولاد بيحبوا الناجتس او البرجر، وبصوا بقى يعني بيبقوا مبسوطين وطايرين كده من الفرح لما بتعملوا لهم. فيلا بينا بقى نشوف عملنا ايه. اول حاجه انا عندي فرخه، كنت هطبخها عادي زي اي حد بيطبخ فراخ عادي. فانا قلت لا، انا هاخد منها صدر. انا كده كده ممكن يعني الفرخه دي بقى منها صدور، قطع كده مفتفته. لكن انا قلت هاخد الصدر من الاول، وهتشوفوا معايا ان شاء الله انا هعمل ايه في بقيه الفرخه. خدت نص بطاطسايه زي ما انتم شايفين، وحطيت بقى ميه على النار، وهغلي الميه وهحط فيها البطاطسايه تتسلق. تمام. عشان احنا هنعمل برجر فراخ، هنعمل ميني برجر، وهنعمل كمان يا بنات عيش ان شاء الله مع بعض باقل وابسط الامكانيات. كان عندي قطعه عيش فين وكده، كانت متبقيه عندي من سندوتشات فما رميتهاش طبعا، حطيتها معايا. وكمان حطيت الصدور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت الكيس ده بنات بتاع المرقه الفوريه. وكمان حطيت شويه ملح صغيرين عشان تاخدوا بالكم، لان المرقه الفوريه دي بتبقى مملحه. وحطيت نص البطاطسايه الكبيره او بطاطسايه متوسطه. تمام يا بنات، البطاطسايه ما تسلقوهاش قوي. وحطيت شويه زعتر، بصوا المتاح عندكم حطوه. لو عندك بهارات فراخ حطي. انا عملت بالامكانيات اللي موجوده عندي، مفيش حاجه تعطلك. والله العظيم انت لو عايز تعملي لاولادك هتعملي لهم كل حاجه بابسط الامكانيات اللي عندك. تمام. زي ما انتم شايفين يا بنات، انا ضربت صدر الفراخ مع قطعه العيش. قطعه العيش دي يا بنات يعتبر بديل معلقتين من البقسماط. تمام. اتضربت معانا بالشكل ده، قوامها حلو جدا متماسك. اغلبها بسم الله ما شاء الله فراخ. يعني هنعمل برجر فراخ تحفه. حطها بس في التلاجة كده شويه، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. كان عندي بالظبط يا بنات نص كيلو من الدقيق. تمام. حطيت عليه ايه؟ حطيت عليه شويه من الزعتر، وكمان شويه من البيكنج باودر، وحطيت شويه من السكر، وحطيت رشه ملح، وعليهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه. هقلبهم كويس جدا جدا. ما عندناش بيض، انا ما عنديش بيض، ومفيش لبن. مش هنعجن لا ببيض ولا بلبن. عايزه اقول لكم ان العيش اللي احنا بنشتريه من بره ده بيعملوه بالميه، مش معقول هيعملوه باللبن ولا هيعملوه بالبيض وهيغلوا السعر على نفسهم. لا طبعا بيعملوه بأبسط الإمكانيات، يبقى طبعا حاجة تجارية جدا. تمام. حطيت بقى معلقتين من زيت الزيتون، لو ما عندك زيت زيتون مفيش أي مشكلة. تمام. وبدأت بقى ان انا انزل بالمية شوية بشوية. نص كيلو يا بنات اخد معايا كوباية وربع من المية. تمام. عجنت كويس جدا جدا لحد العجينة ما بقت معايا بالقوام ده. انا شايفين يا بنات القوام، انا عايزة القوام يبقى سايل كده، عايزه العجينه معاكي تبقى ملزقه في ايدك بالشكل ده. تمام. هنسيبها بقى تخمر، وهغطيها، وهنسيبها بقى تعلى. هنشوف باذن الله هتعلى معانا قد ايه. وبقيه الفرخه بقى شوفوا احنا عملنا فيها ايه. بسم الله ما شاء الله. قطعت بقى الفراخ بالشكل ده، وبعدين عملتها في صينيه بطاطس. وانا بعمل بقى ايه، بحط عليها مستردة من فوق يا بنات وشويه زعتر، وبرش عليها فلفل، وبحطها من تحت الشوايه، بدهنها بالشكل ده. عملت ايه؟ قطعت بطاطس، قطعت فلفل اخضر، قطعت طماطم. صينيه بطاطس ني في ني كده بتبقى تحفه، وطعمها لذيذ وخفيفه، وما شاء الله. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، اقسم بالله يعني الفراخ قضت، وكمان يعني اتبقى منها والله العظيم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك. البركه بنات بتيجي بايه؟ بان احنا نقوم نتوكل على الله ونشوف حالنا ونشوف الدنيا ماشي، ونحاول نظبط بابسط الامكانيات، وربنا والله يطرح البركه في كل حاجه. شايفين ما شاء الله العجينه ما شاء الله خمرت معايا بالشكل ده. هتحطي شويه زيت على ايدك وتبداي ايه، تسحبي العجينه. تمام. وبالراحه كده تعمليها، تحاولي تعمليها رول. شايفين يا بنات ايديا العجينه ملزقه فيها ازاي؟ انا عايزاه بالشكل ده. كل ما تبقى العجينه معاكي ملزقه كده، كل ما الرغيف بتاعك ما شاء الله طلع طري جدا وجميل وهش من جوه. تمام. انا حطيت كده شويه دقيق زي ما انتم شايفين، وبدات بقى ان انا ايه اكورها. عايزه اقول لكم ان القطعه دي بتبقى بالظبط على قد الليمونه.
خلاص يبقى احنا كده عملنا ميني برجر بنص كيلو من الدقيق، بسم الله ما شاء الله. عملنا كميه حلوه جدا من الميني كايزر زي ما انتم شايفين. وكمان عملت الرغيف الطويل شويه، بس الميني الصغير. تمام يا بنات، هتشوفوا معايا ما شاء الله عمل لنا كميه حلوه جدا جدا بنص كيلو من الدقيق، واقل الامكانيات وابسط الامكانيات زي ما قلت لكم. خلاص يا بنات، ولا عجنين ببيض ولا لبن ولا اي حاجه. حتى الوش معاكي دهنته بايه؟ دهنته بشويه من السكر وشويه من الميه بس. هيطلع معانا العيش زي الفل. هنسخن بقى الفرن درجه حراره عاليه جدا جدا، وبعدين هنحطه في الصاجه من تحت يعني 5 دقايق، وبعدين نحطه في الصاجه من فوق. اول ما تحس ان العيش بتاعك نضج منك بس هو لسه ابيض، هتحطي عليه ايه؟ هتولعي عليه الشوايه. تمام. بصوا يا بنات، انا دهنته وبحط عليه شويه من الزعتر الموجود عندك في البيت، اتصرفي بيه وقضي بيه، مش هنقول لا. ما عندكيش سمسم ما تحطيش، ما عندكيش حطي شويه ملح، والله العظيم هيبقى جميل جدا وهيبقى زي العسل، وربنا ان شاء الله هيطرح في البركه. حطيت شويه زعتر هنا، وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عمل لي برده الكميه دي من العيش الفينو الطويل، بسم الله ما شاء الله. بس ده طبعا انا برده عاملاه ميني، فبيبقى لذيذ جدا لما تديله السندوتش كده. بقى احسن ما تجيبي السندوتش الكبير وتقطعيه، ياخد كده السندوتش كده، يبقى الكايزرايه كده الصغنطوطه كده معاه، هيفرح بيها جدا. ما شاء الله شايفين خمر معايا وبقى زي الفل. ما شاء الله لا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين صينيه البطاطس بالفراخ طلعت معانا وزي الفل. شويه زيت بقى معايا، وهنبدا نشكل مع بعض البرجر. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان الكميه دي بسم الله ما شاء الله طلعت معايا 17 قطعه. تمام. برضو عملتها بحجم الليمونه. انا حبيت ان انا اعمل العيش الاول قبل ما اشكل البرجر، عشان اعرف الحجم بالظبط اللي انا هعمله عشان تبقى قد لقمه العيش بالظبط. تمام يا بنات. زي ما انتم شايفين كده بالايدي بالزيت، وهنبدا بقى نقسمهم كده احجام متساويه بايدك كده زي بعض. تمام يا بنات، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يبارك يا رب. ايه رايكم بقى؟ بجد ما شاء الله، ربنا يبارك وبالف هنا يا رب. ان شاء الله هتجربوا الطريقه وباذن الله هتوفري، وربنا يطرح البركه كمان في بيتك. عايزه اقول لكم، مش انا قايله لكم انا ما عنديش بيض، انا بقى عملت الماده اللي هلزق بيها. حطيت شويه من الدقيق وعليهم شويه من الميه، وحطيت عليهم شويه من بودره مرقه الدجاج وشويه من الفلفل الاسود. تمام. باخد بقى البرجر بالشكل ده، وببدا بقى ان انا احطه في البقسماط بالشكل ده. هيلزق معانا وهيبقى زي الفل. بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لكم مفيش حاجه الحمد لله بتوقفنا. احنا ست البيت الشاطره بتفكر اللي مش موجود بتعمل له بدائل على طول، وبسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان البقسماط ده برضو ده كان عيش فينو ناشف. البواقي بقطعها كده قطع صغيره وبحطها في صينيه، والصينيه دي بتبقى موجوده في الفرن. تمام يا بنات. او بتحطوها مثلا في مكان فيه تهويه، وكل ما بشغل الفرن بحطه في الصينيه. بعد ما بقفل الفرن بتاخد حراره الفرن، بيبقى العيش ابيض ومش بطحنه جامد يا بنات، بطحنه كده بيديني بقى لما بيجي يتحمر بيديني قرمشه وحاجه تحفه. وادي العيش ما شاء الله طلع معانا وزي الفل، ولا حطينا فيه بيض من فوق ولا دهناه ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. وطلع لونه تحفه وجميل. اول ما بيطلع معايا يا بنات برش عليه شويه ميه، لو عندك بخاخ رش بالبخاخ، وبتغطيه بالشكل ده هيبقى معاكي طري وتحفه. وادي البرجر كله خلصته بسم الله ما شاء الله. وبدات بقى ان انا احطه في اطباق بالشكل ده. طبعا ممكن تخزنيه بقى في الفريزر وتطلعي حسب الحاجه. لو عندك طفل واحد بسم الله ما شاء الله، صدر الفرخه ده ممكن يقضيكي بقى. شوفي بقى احسبي، لو هتعملي له كل يوم 2 يبقى ما شاء الله في 17 او 14، يبقى هيقضيكي اسبوع. تمام. لكن لو طفلين هيقضيكي كام؟ هيقضيكي 4 ايام. لو 3 زي كده هيقضيني يومين. وطبعا اللي عندي في البيت هياكلوا منه هيبقى تمام جدا. وبسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك يا رب، ويبارك في ايديكم يا رب، وتعملوا كل حاجه حلوه لولادكم. ممكن يا بنات كمان لو عندنا دقيق زياده نزود الكميه ونحتفظ بيه في الفريزر. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. اللقمه حلوه جدا، قطنيه جدا وهشه ما شاء الله. الف هنا ليهم. ما شاء الله ما شاء الله
وزي ما انتم شايفين بتاني يوم يا بنات انا كنت بعد ما برد خالص حطيته بقى في اكياس كده، اكياس نايلون عاديه في الفريزر زي اي عيش ما بنخزنه عادي. شايفين ما شاء الله طلع بقى، بنطلعه بقى قبلها كده بايه ب5 دقايق. ممكن يا بنات كمان لو عندنا دقيق زياده نزود الكميه ونحتفظ بيه في الفريزر. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، اللقمه حلوه جدا قطنيه جدا وهشه ما شاء الله. واحد من الولاد اخدوا ما شاء الله زي ما انتم شايفين سندوتشين، ودول كانوا ما شاء الله حلوين جدا مع الخيار ومع البطاطس. والله رجعوا لي يعني كمان باكل مش عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله. ويا ربنا يبارك في ايديكم جميعا، ويا رب ان شاء الله تجربوا الفيديو واشوف وشكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله وافكار جديده. مع الف سلامه.